مساء الخير على احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. النهارده انا جايبه لكم مكان من اقدم الاماكن. مكان مميز جدا على قلبي. مكان بجد يا جماعه، انا شايفه ان هو رائع. مكان لكل حد بيحب اي حاجه بتاعت زمان. الناس اللي بيفكروا في ذكريات زمان كده، وكان نفسهم يعيشوا في الجيل ده. انا منهم. المكان ده يا جماعة ما ببالغش لما بقول لكم ان هو قديم. هو معمول سنة 1974، وانا مش عارفة ليه المكان مش واخد حقه. يعني ليه مش واخد آم، يعني الشهرة قوي. في ناس اكيد عارفاه، وفي الجيل ده ما اعتقدش انهم عارفينه. بما اني الناس اللي زي اللي بيحبوا ينكوشوا كده في الحاجات القديمة. غير كده المكان ده انا بصراحة مش اول مرة اعرفه، انا عارفاه من فترة، قعدت فيه مرتين. ووحشني جدا وحبيت ان اروح اقعد فيه، وحبيت ان انا اصوره لكم. قلت ليه ما حدش يعرف المكان ده ليه يعني؟ ليه بجد؟ اولا الناس اللي بتحب الهدوء هتحب المكان جدا، هادي جدا جدا جدا. حتى لو انتوا مخنوقين او في مشاكل ما بينك وما بين حبيبتك، او ما بينك وما بين حبيبك، او ما بينك وما بين مراتك، روحوا هناك. المكان فيه كده حاجة غريبة كده من كتر هدوءه. والمنظر، الفيو نفسه تحفة. يعني هتلاقوا اساسا ان انتوا لو مخنوقين بتفكوا بأمانة. المهم انا مصوره لكم المكان بكل تفاصيله. على فكرة يا جماعة، المكان ده كان بيقعدوا فيه الناس البشوات. عايزة اقول لكم ان المكان ده كان بيتصور فيه افلام كتير جدا، من اول عبد الحليم حافظ لحد اخر حاجة، سوري يا جماعة، لحد اخر حاجة فيلم هي فوضى اللي مثله خالد صالح الله يرحمه. فيلم ايه او مسلسل ايه او اعلان ايه؟ يا ريت تقولوا لي في كومنتات عشان انا كان عندي فضول، انا عارفه كام حاجه كده. المهم يا جماعه، المكان تفاصيله، يعني انا ما اعرفش دلوقتي الاسعار بقت ايه فيه. بس هو مبدئيا الدخول بيبقى من غير تذكرة او من غير فلوس او من غير، يعني ما فيش تذكرة او ما فيش اي حاجة. هو ليه بوابتين. المكان موجود في شبرا مصر، قدام ابراج اغا خان، بس الناحية التانية عند مزلط. المكان فعلا مميز قوي. ما يتوهش خالص يعني. ابراج اغا خان معروفه جدا 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 في شبرا مصر، فيعني حاجه عاديه جدا. اول ما تروحوا هناك، هو الناحيه التانية. اساسا لو قلتوا فين هابي لاند، ناس كتير قوي هتقول لكم فين. دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه للاسعار انا هشوفها معاكم، وهصور لكم المنيو. طبعا المشاريب والحاجات دي انتوا بتحاسبوا عليها، لكن الدخول زي ما قلت لكم من غير اي حاجة خالص، يعني بتخشوا عادي خالص. تاني حاجة بقى، وفي ميزة مميزة جدا، لو حد معاه أطفال، في هناك يعني ملاهي للأطفال، وأسعارها يعني مش غالية. شفت الإعلانات على جوجل وعملت السيرش، لقيت ان الاسعار مش غاليه. وهتاكد لكم اكتر لما اروح هناك، لاني انا بقالي فتره فاشوف الدنيا. يعني ممكن كمان نبقى قاعدين كده على النيل بنستمتع، وفي نفس الوقت الاطفال بيلعبوا وعيننا عليهم. بس يا جماعه، مش هطول عليكم بقى اكتر من كده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان هصور لكم اماكن كتير جدا بتاعت زمان. اي حاجه جديده هكتشفها لازم اعرفها لكم. اشوفكم على خير. باي باي. تابعوا بقى معايا. وأخيرا، بعد طول انتظار وطريق طويل زحمة، الزحمة العادي بتاعت القاهرة، وصلت هابي لاند بالسلامة. أول ما دخلت لقيت المكان على يميني اللي هو الألعاب بتاعت الأطفال، مكتوب ورقة إن أي لعبة ب15 جنيه. سامحوني معرفتش أصور المكان بتاع الأطفال أوي. عايزه اقول لكم ان المكان زي ما قلت لكم متصور فيه افلام زمان قوي، عبد الحليم، شادية، وفي افلام كتير قوي. وعايزه اقول لكم ان ام كلثوم كده، يعني هم اساسا مشغلين اغاني ام كلثوم. بصي يا حبايب قلبي، المكان فعلا حلو قوي. وانا يعني صورت لكم شويه تفاصيل.
بجد هابي لاند حلو قوي، انا عايزاكم تيجوا. انا عايزه اوريكم بس منظر ورايا فعلا. العرايس ممكن تيجي تتصور هنا، مكان حلو قوي قوي قوي. هقول لكم كمان تفاصيل الاسعار. خليكم معايا. شايفين كده؟ انا هبتدي ان انا اخش في الاماكن اللي فيها تصوير العرايس. عايزه اقول لكم ان المكان ده الصبح حاجه تانية خالص، ووقت المغربيه كمان وقت الغروب تحفه جدا. في فعلا بالفعل في عرايس كتير قوي بتيجي تعمل سيشن تصوير هنا الصبح، ولسه في اماكن تانية كمان. يعني هم قالوا لي في اماكن قدام كمان معمولين مخصوص للتصوير العرايس فقط. يلا خليكم معايا هنروح نشوفها. ومن هنا هبتدي ان انا انزل على المكان الجميل اللي هم عاملين فيه ديكورات حلوة جدا علشان العرايس ممكن تيجي تتصور فيه. وكمان لو خطوبة يعني، او ممكن اي مناسبة، او لو اي حد حابب يعمل سيشن تصوير على فيو النيل الصبح، تبقى صور جامدة جدا يا جماعة. انا هنزل اوريكم، اتفرجوا بقى على الجمال. طبعا هنا اعذروني في التصوير، الاضاءة عاملة مع التليفون يعني معرفش، بس يعني انتوا اكيد فاهمين القصة دي. طبعا يا جماعة انا عايزة اقول لكم كمان ان في اغاني جميلة جدا لست ام كلثوم. ان هو جو قديم فعلا، اغاني جميلة جدا شغالة، بس للاسف انا ما قدرتش ان انا اظهر الصوت كتير علشان انتوا فاهمين اليوتيوب حقوق الملكية. وده الفيو اللي قريب من النيل جدا. في كمان فوق، يعني هما التلاتة، بس انا طبعا اخترت ان انا اقعد تحت. بصراحة بحب ابقى قريبة قوي من النيل اكتر. فانا هقعد هنا خلاص. يعني انا حبيت المكان ده بصراحة. وهنا انا بختار عشان اشوف هشرب ايه او هاكل ايه. وزي ما انتم شايفين كده، انا شايفة ان الاسعار حلوة جدا جدا بجد. حتى المنيو قديم كده، يعني من حاجات اللي تحسوها برضو بتاعت زمان. تحسوا ان انتوا داخلين كده يعني فيلم ابيض واسود. اهم حاجة بس ان هما كاتبين في المنيو ممنوع حد يدخل مأكولات او مشروبات خارج المكان. شايفين منظر الشجر؟ اثري، شجر اثري، سبحانك يا رب. بجد شكله جميل قوي، يعني عمره سنين وسنين.
وانا طلبت فروت سلطات زي ما انتم شايفين. بس شكله عامل ازاي، مظبطين الاداء يعني، مظبطين الحياة. بس برضه سبحانك يا رب، تحس ان كل حاجة قديمة. انا بعشق يا جماعة الحاجات دي بجد، بعشقها. طب بذمتكم في جمال كده؟ انا بعشق بلدي يا جماعة بجد. مصر فيها اماكن كتير كده حلوة قوي، وخصوصا بتاعت زمان. الفروت سلطات هو بأمانة طعمه حلو قوي، بأمانة. يعني انا بص قربت اخلصه اصلا يعني. اقوم معاكم كمان. بجد حلو قوي، حلو قوي يا جماعة. اصلا كفاية قوي المنظر اللي ورايا. وده لا اما مطعم لا اما مكان مناسبات، بصراحة ما سألتش، بس هو اكيد حاجة من الاتنين دول. وطبعا ده المنظر من فوق. قلت لكم ان انتوا كل ما تطلعوا فوق كل ما الفيو بيبقى احلى كمان. بس يعني على حسب ما بتحبوا بقى. بصراحة انا كنت قاعدة في اول صف خالص تحت. يا جماعة بجد مكان هابي لاند حلو قوي. انا اتبسطت قوي، والاسعار فيه يعني، ثواني عشان الاضاءة، الاسعار فيه كمان جامدة جدا. ما فيهاش اي حاجة. آه ممكن اي حد على فكرة يجي ويقعد. مكان حلو قوي يا جماعة بجد. ما تنسوش بجد ان انتوا تيجوا. اشوفكم على خير بقى، باي باي. وخلاص انا مروحة، وبصوا شكل المكان من برا، هابي لاند. وخلاص بقى انا كنت في الطريق اهو، مروحة بقى البيت. وعايزة اقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة عندي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم على خير. يا رب يكون يومكم كله زي العسل. باي باي.